السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا قصة مثيرة بزاف، قصة خداع تسويقي دارت ضجة كبيرة في المغرب والناس كاملين كيهضروا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. تصور معايا أنك كتشري منتوج على أمل تربح كاس ديال الذهب، ولكن في الأخير كتكتشف أن الربح مستحيل أصلا، حيت حرف واحد من الكلمة اللي خصك تجمع باش تربح ما مطبوعش نهائيا. هادشي بالضبط هو اللي وقع مع حملة دانون الأخيرة، والفضيحة تسربت من وسط الشركة. دابا السؤال مطروح، واش كان مجرد خطأ ولا الشركة كانت كتعرف أو كتلعب بالمستهلك المغربي؟ بقاو معايا حتى الأخير باش نحلو هذا الموضوع ونشوفوا الحقيقة كاملة. ما تنسوا ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلك كل جديد. القضية بدات اخوتي ملي شركة دانون خرجت حملة إشهارية قوية وقالت للناس جمعوا 4 ديال الحروف ديال كلمة أصيل وربحوا كاس ديال الذهب. الفكرة بانت مزيونة والمستهلك المغربي بدا كيشري في الياغورت باش يجمع الحروف، ولكن بعد أيام قليلة الناس بداو كيشكوا حيت حرف الياء ما بانش حتى عند شي واحد. والصدمة الكبيرة جات ملي تسربت صورة من داخل مطبعة دانون كتكشف أن حرف الياء أصلا ما مطبوعش نهائيا. هنا المغاربة تفاجئوا وبدات التساؤلات، واش الشركة كانت كتعرف هادشي؟ واش فعلا كاين شي واحد ربح الكاس ولا كان مجرد تمثيلية؟ علاش شركة دانون ما خرجتش توضح الأمور؟ هنا الغضب بدا كيطلع والناس بداو كيهضروا على الخداع الواضح، خصوصا ان هذا النوع من المسابقات كيتطلب الشفافية الكاملة. دابا اجيو معايا باش نتعرفوا على تاريخ شركة دانون من بداية متواضعة الى عملاق عالمي. شركة دانون عندها تاريخ طويل، كيبدا عام 1919 في اسبانيا على يد اسحاق كاراسو اللي كان رجل اعمال من اصل يهودي. كاراسو قرر يدخل صناعة الياغورت بعد ما لاحظ أن بزاف من الأطفال كانوا كيعانيوا من مشاكل الجهاز الهضمي، ولقى أن الزبادي اللي كيحتوي على بكتيريا مفيدة يمكن يساعدهم. وباش يعطينا الشركة ديالو اسم فريد سماها على الاسم ديال ولده الصغير دانيال، وبدل الاسم شوية حتى ولا دانون اللي كتعني داني الصغير. في العشرينات والثلاثينات حقق دانون نجاح كبير في اسبانيا، وقرر كاراسو يوسع النشاط ديالو في فرنسا عام 1929. في باريس في ذاك الوقت كانوا العلماء كيشوفوا ان البكتيريا النافعة اللي كاينه في الياغورت كتساعد في الهضم وكتحسن صحة الامعاء، وهكذا ولا دانون كيتباع في الصيدليات كيف حال شي دواء صحي. ولكن مع الوقت ولا الياغورت منتوج غذائي شعبي، ودانون وسعت الانتاج ديالها باش تبيعه في الاسواق للناس كاملين، ماشي غير كمنتوج صحي ولكن كمنتوج كيف حال شي حاجة لذيذة ومغذية. ولكن في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية إسحاق كاراسو اضطر يهرب من الميريكان خوفا من النازيين. في هذه الفترة أسس فرع جديد للشركة دانون في نيويورك، وكان هو أول شخص يدخل الياغورت للسوق الأمريكية. من بعد نهاية الحرب رجع ابن إسحاق كاراسو دانيال كاراسو من أوروبا وعاود حيا النشاط ديال دانون في فرنسا اللي بدات كتكبر بسرعة كبيرة. وفي عام 1973 قررت الشركة تدمج مع شركة أخرى سميتها BSN اللي كانت متخصصة في المياه المعدنية والزجاج. هذا الاندماج خلى الشركة كتحول لشركة متعددة المجالات، ماشي غير في الياغورت ولكن حتى في منتجات أخرى كيف حال المياه المعدنية والجبن والحليب ديال الأطفال. ما بين الثمانينات والتسعينات دانون دخلت بزاف ديال الأسواق العالمية وشرات شركات كبيرة باش توسع النفوذ ديالها. بعض المحطات المهمة كيف حال شراء شركة لو اللي معروفة بالبسكويت في فرنسا، الدخول للسوق الأسيوية والأمريكية بقوة، التوسع في إفريقيا والشرق الأوسط. دابا خوتي بقاو معايا باش تعرفوا كيفاش دخلتنا المغرب. دانون دخلت بقوة في عام 2014 ملي شرات 90.9%
من أسهم شركة سنترال ليتيير اللي كانت هي الشركة الرائدة في الحليب ومشتقاته. بعد هذا الاستحواذ ولا الشركة تابعة بالكامل لمجموعة دانون الفرنسية وتبدل الاسم لسنترال دانون. وفي عام 2018 دانون لقات راسها في وسط عاصفة كبيرة في المغرب، ملي المغاربة قرروا يقاطعوا منتجات ديالها بسبب ارتفاع الأسعار، والمقاطعة كانت قوية لدرجة أن الشركة تكبدت خسائر ضخمة واضطرت تعتذر للمغاربة، ولكن ما كانش كافي باش ترجع ثقة المستهلك المغربي بسهولة. ايوا يا خوتي، من بعد ما دازت سنوات على المقاطعة دانون بقات كتحاول تسترجع السوق المغربي. بالحق رجعت للواجهة بسبب فضيحة كاس ديال الذهب اللي كشفت انه كان مستحيل لاي مستهلك يربحه، لان خوتي حرف الياء ما مطبوعش اصلا. وهاد الفضيحة خلت المغاربة يرجعوا يتسائلوا واش دانون فعلا كتحترم المستهلك ولا غير كتسعى للربح باي طريقة. دانون كانت دائما كتستعمل التسويق باش تجبد المستهلكين. في البداية استعملت الصيدليات باش تزيد من المبيعات، وهذا الشيء كيخلي شركة دانون دائما كتعرف كيفاش تلعب على الوتر الحساس ديال المستهلك، مرة بالترويج الصحي ومرة بالإغراء بالجوائز. ومن هنا جات فكرة ديال كاس الذهب، حملة تسويقية ذكية لعبت على الرغبة ديال الناس في الفوز بشي حاجة غالية. فاروق لايف كيف حال بزاف ديال المغاربة شاف المسابقة وفرح بالفكرة، خصوصا وأن الشرط كان سهل: جمع حروف كلمة أصيل من أغلفة الياغورت وربح كاس ديال الذهب. دابا في نظركم فاروق لايف طاح في الفخ أو فضح حقيقة شركة دانون؟ كلشي بدا من بعد الإشهارات ديال دانون أصيل اللي كانت كتشجع الناس باش يجمعوا 4 ديال الأغلفة فيهم حروف كلمة أصيل، واللي غادي يلقاهم كاملين يربح كاس ذهبي بوزن 110 غرام من الذهب. فاروق لايف بحكم أنه كيعشق التحديات قرر يعمل تجربة حقيقية قدام الكاميرا. قال هذه فرصة ما تتعوضش، غادي يشري عدد كبير ونشوف واش فعلا ممكن ربحه. والمفاجأة خوتي، بعد ما حل 1000 دانون قدام الكاميرا لقى الحروف كاملة ما عدا حرف الياء. هنا بدا الشك، واش غير صدفة ولا شركة دانون ما طبعتش شي حرف الياء من الأصل باش ما يربح حتى واحد؟ والدليل القاطع لهذه الخدعة هي ملي تم تسريب صورة خطيرة من داخل مطبعة دانون كتكشف على أن حرف الياء ما مطبوعش أصلا في الأغلفة. يعني أي واحد غادي يشري دانون غادي يلقى نفس المشكل. هادشي كيعني أن المسابقة كلها كانت مجرد خدعة تسويقية باش تخلي الناس يشريو كتر وكتر، ولكن في الحقيقة ما كاينش الربح. فاروق لايف ما كانش الضحية الوحيدة، بل بزاف ديال الناس بداو كينشروا فيديوهات وفوطوات كيبينوا انهم حتى هما ما لقاوش حرف الياء، وبدا الغضب كيولي كبار وكبار. شنو اخوتي الهدف ديال دانون من هاد الخدعة؟ انا غادي نقول لكم. اول حاجة رفع المبيعات بشكل خيالي. الناس اخوتي كيشريو بكثرة في الطمع ديال الربح، ولكن في الحقيقة ما كايناش شي حد غادي يربح. ثاني حاجة تغطية الخسائر السابقة. دانون باقا كتحاول تسترجع الأرباح اللي فقدتها في عام 2018 بسبب المقاطعة. ثالث حاجة التلاعب بالمستهلك المغربي. الشركة كتعرف أن المغاربة غادي يتحمسوا للجائزة، ولكن عطاوهم وهم كبير. في الاخير اخوتي القصه ديال كاس الذهب ماشي غير على فاروق لايف، ولكن على الاف ديال المغاربه اللي تاقوا في شركه كبيره كيف حال دانون وظنوا انهم فعلا عندهم فرصه باش يربحوا، ولكن الواقع كان مختلف. هادشي كيبين لينا كيفاش بعض الشركات كتستغل الثقه ديال المستهلك بتزيد من الارباح ديالها بلا ما تفكر في المصداقيه ولا احترام الزبون. الدرس اللي خصنا ناخذوه من هذه القضيه هو أننا ما نكونوش ضحايا التسويق الخادع، ونكونوا دائما واعيين بحقوقنا كمستهلكين. اليوم كان كاس دانون وغدا غادي تكون شي خدعة جديدة، ولكن الوعي ديالنا هو السلاح الوحيد اللي يحمينا من الوقوع في هذا الفخاخ. خوتي العزاز، إذا عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والتعليق والبارطاج باش نوصلوا الرسالة لأكبر عدد ممكن. خليونا نعرفوا في التعاليق شحال ديال دانون شريتو
قبل ما تكتشفوا الحقيقة. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله.